عاملين ايه يا حلوين؟ النهارده بقى هنعمل كده اكله بسيطه للمبتدئين. كان عندي شريحه سمك فيليه وجمبري حوالي 400 جرام. اديني تبلتهم بملح وفلفل وكمون وبابريكا وشويه عصير ليمون. جيت الناحيه التانية قطعت شويه خضار، شويه كده خضروات لذيذه. جبت بصله قطعها بالطريقه اللي انت حباها، وعندي فلفل رومي الوان والاخضر قطعتهم، وقطعت حوالي من 4 ل5 فصوص توم. عايزه بقى تفرميهم تقطعيهم صغير، انتي حرة، كل ده اختياري. وجبت الطاسه وحطيت فيها شويه زيت وشويه سمنه. يا رجاء يا جماعه محدش يتريق على الحاجات، الطاسه او الحلل او كده، لان ده بيت ست كبيره، بيت جده، فطبيعي مش هجيب احدث حاجه يعني. بس المهم نكمل نرجع لمرجوعنا. المهم جبنا حطينا في الطاسه السمنه وزيت، وحطينا الخضروات، قعدنا نقلب فيها فتره لحد كده ما ابتدت تدبل بالتدريج وتنزل اللون بتاعها، لان انا عايزه اللون بتاع الفلفل الرومي الاحمر ينزل. وحطيت بقى الجمبري والفيليه بتاعي، واديتهم بقى، قعدت اقلبهم بقى، واديتها بقى كده شويه. تبقى عايزه اقولكم كان طعمها تحفه جدا. يعني انت تقدري من خلال الطاسه اللي هتشوفيها دلوقتي قصادك، ممكن تعمليها بطريقتين. طريقه مثلا ان انت تعمليها طاسه جمبري بالجبنه زي ما انت شايف كده، بعد ما تستوي ممكن تحطي عليها الجبنه بتاعتك. ممكن نعملها بالطريقه التانية اللي انا عايزاها. يلا بينا. المهم بقى كنت سلقت المكرونه كده، فهمت بقى انا هعمل ايه. عايزه اعمل البشاميل بتاعتي، رحت جايبه شويه زيت، معلقتين زيت مع معلقه سمنه، وحطيت معلقتين دي بس، وقعدت اقلبهم. انا مش عايزاها تحمر، بس عايزاها يندمجوا كده مع بعض. اللي انا بعمله ده للناس المبتدئه. تمام. رحت قعدت اقلب كده دي شويه، انا بكل ده بعمل البشاميل. قعدت بقى اقلب الدقيق معاه كده حبه حلوين، وبعد كده ابتديت ان انا احط اللبن تدريجي عشان خاطر ما يكلكعش. احط اللبن تدريجي تدريجي لحد ما ابدا الاقيه ابتدى يفك الكتل اللي فيه. وحطيت نص مرق الدجاج. تمام. وقعدت برضو انزل اللبن واحده واحده لحد ما ابدا ان انا الاقي سمكه بقى كويس. تمام. وبرضو كل ده ما انت ماشيه في التقليب. عايزه بقى، حسيت ان هو سخن، تطفي النار، مفيش مشكله. حاسه ان انت لسه محتاجه نار، سيبيها. بعد كده بتضيفي بعد كده، بعد ما ابتدى تلاقي قوامه ابتدى يتقل، تضيفي شويه ملح، شويه فلفل. تبداي، انا جبت قشطه، قشطه من بره، وحطيتها عليها كمان، بتدي طعم حلو قوي القشطه دي للبشاميل. وجبت حوالي 3 مثلثات جبنة ابو الولد. على فكرة يا جماعة هي صناعة مصرية بس تحفة جدا، احسن من لافاشكري وبريزدو. بعد كده جبت بقى، طبعا حطيت جبنة ابو الولد، ممكن تحطيها في البشاميل او تدوبيها في لبن، بيبقى طعمها حلو قوي، شبيهة كده لكريمة الطهي. تبداي تحطي ده، وبعد كده تكوني انت حطيتي بقى الملح، وهتبداي تحطي الفلفل، تحطي بهاراتك اللي انت حباها. وكل ده تقعدي تقلبيه لحد ما تلاقي نفسك وصلتي للسمك اللي انت عايزاه في البشاميل، زي ما انتوا كده شايفين. على فكرة الصينية اللي انا بعملها دي صينية على قد الايد، صينية للناس المبتدئة، بس بجد تحفة جدا. عايز اقولكم ان احنا كاد يكون كلناها كلها في يوم واحد. يعني انا كنت عاملاها انها تكفي يومين، عشان الواحد بيزهق من كتر وقفة المطبخ والحر. عايز اقولكم خلصت في يوم واحد. بصوا بقى انا عملت ايه. رحت جايبة حلة، حاطة فيها المكرونة، وحاطة فيها شوية بشاميل، ورحت حاطة فيها الجمبري والحاجة بتاعتي، وقلبتهم كلهم على بعض. احنا عندنا هنا بنحب المكرونة اكتر، فكنت مزودة المكرونة. انتي لا، ممكن انك تقللي المكرونة شوية. يعني مثلا لو هتعملي نص كيلو مكرونة، الصينية دي بتاخد نص كيلو مكرونة، لا خليها ربع كيلو، مع شوية الجمبري والحاجة بتاعتك هتعمل نص كيلو. حطيتهم وفردتهم، وحطيت عليهم طبقة البشاميل، وطبعا حطيت الجبنة الموتزاريلا بتاعتي، ودي شكلها النهائي. كنت فاتحة الفرن على درجة 200. هتروحي مدخلها الفرن وتسيبيها حوالي ما يقارب من نص ساعة لساعة الا ربع، وتفتحي عليها الشواية، هتبقى بالشكل الحلو ده. تحفة فوق ما تتخيلوا. صينية مكرونة بالجمبري تجنن. انا كانت عاجباني، بقولك احنا اكلنا الصينية دي في يوم واحد، المفروض انا كنت عاملاها ناكلها في يومين من كتر جمالها. يلا بقى اشتركوا في القناة، واعملوا لايك،
ويا ريت بقى تشاركوها، وعشان انا ببقى مبسوطه لما بشوف كده. وبألف هنا على قلبك، ودي للناس المبتدئه. انتظروا بقى المزيد. بألف هنا على قلبكم.